معكم ماجدة من قناة كروشي باي ماجدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. العمل ديال اليوم هو خدمه ديال بونشو اولا كاب على شكل كسيوه ديال البنيتات الصغار. غنخلي لكم هنا التصويره ديالو. ديجا درت لكم في الفيديو السابق على القناه فيديو عباره عن صور استعراضيه لهذا الكاب هذا، ولقى استحسان منكم، واليوم قلت نخدم معكم الطريقه ديالو. بالنسبه للناس اللي مازال ما شافوا الفيديو السابق، غنخلي لكم لو لين ديال واحد يطلع لكم في واحد لو اي دابا في لو كوان ديال لا فيديو، كليكيو عليه، اولا في لاباغ دانفو اللي هي صندوق الوصف، واحد السهم كيكون صغير حدا العنوان اولا اسفل العنوان، غتكليكيو عليه وغينزلوا لكم جميع الروابط اللي كنحط لكم اولا المعلومات اللي كنحط لكم على الفيديو. فاول حاجه نبداو بالخيوط اللي غنستعمل الصوفه ديال العبار مدوبله على جوج، يعني المحل اللي غتاخذوا منه الصوفه تقولوا ليه يدوبل لكم الصوفه على جوج. هذا هو اللون الاساسي اللي غنخدم به، وهذا اللوين هذا غنزوق به. بالنسبه للكروشي رقم 3 1.30 ملم عفوا. كروشي رقم 3 هو اللي كنخدم به ديما انايا. الصوفه مدوبله على جوج اولا حتى الكوردون. بالنسبه للكوردون فهو هذا كيجي خيطو بحال هكا. بالنسبه للكوردون الصوفه مدوبله على جوج كنخدم انايا بكروشي 1.30 ملم رقم 3. نبداو اول حاجه بالنسبه للكاب اللي غنعاود نحط لكم دابا الصوره ديالو. تقريبا قياس ديال 5 سنين حتى ل 6 سنين تقريبا. درت فيه 120 سلسله في البدايه، يعني العدد ديال السلاسل 120 سلسله. كتخدموا العدد ديال السلاسل وكتسدوا، كيكون لكم على شكل حلقه على شكل دائره، وكتحاولوا تجربوا واش غيدخل مع الراس ديال البنيته ديالكم. يعني خاص العدد ديال السلاسل، حيت هو اللي غيكون في هو اللي غيكون لا باز، هو اللي غيكون العنق. يعني تما منين غيكون العنق تما منين غندخل البنيته الكاب، يعني خاص نشوفوا واش غيدخل الراس ديالها او لا. بالنسبه للكاب ديال اليوم غنخدموا طاي صغيره من هذاك اللي شفتو ديجا في لا فيديو اللي سابقه. فانايا غنخدم هاد العدد ديال السلاسل. هنايا درت 96 سلسله. المهم ان العدد يكون زوجي، يعني العدد الاول درت فيه او الكاب الاول درت فيه 120 سلسله، هذا فيه 96 سلسله. كتخدموا العدد ديال السلاسل ديالكم وغتحاولوا انكم ديروا ليه بحال هكا، كتسدوه كتكون عندكم دائره. هاد الدائره هذه واش غيدخل منها الراس ديال البنيته او لا. هكا باش كنعرفوا القياس ديال الكاب ديالنا. كما قلت لكم انا خدمت 96 سلسله. كنحافظوا على الوجه ديال الخدمه ديالنا باش ما تجيناش بحال هكا ملويه بحال هكا. خاصني نحافظ على الوجه ديال الخدمه ديالي ما تلواش بحال هكا باش نسد هنايا العمل ديالي. كنمشي لاول سلسله وكنسد فيها بغرزه المنزلقه بهذا الشكل هذا. من بعد غنخدم 3 السلاسل ديال الارتفاع باعتبارهم عمود. السلسله اللي تابعها حتى هي غنخدم فيها عمود، اللي تابعها تاني مره اخرى غنخدم عليها عمود. يعني عندي دابا 3 ديال الاعمده. دوك 3 السلاسل ديال الارتفاع وزدت عليهم 2 ديال الاعمده، ولاو عندنا 3 ديال الاعمده. من بعد ما درت 3 ديال الاعمده كنضيف سلسله. وكما قلت لكم كنحاولوا ما امكن اننا نرخيو خدمتنا في لي كاب. خاص الخدمه تكون مرخيه، على عكس الحرير خاص تكون مزيره ومتقونه. الخدمه خاصها تكون مرخيه اولا باش ما يهزش لينا بزاف ديال الصوفه، وثانيا باش تكون الكاب كيبغي يكون شويه مطلوق، ما يجيش مزير اولا الخدمه مدكوكه فيه، كيبغي يكون شويه مطلوق. يعني كنرخيو شويه يدينا. هنا ضفت السلسله وغنخدم ثاني 3 ديال الاعمده. فين غنخدمهم؟ غنقز واحد السلسله هذه غنفوتها ونمشي للسلسله اللي تابعاها، كنقزوا هاد السلسله ونمشيو للسلسله اللي تابعاها ونخدم عليها عمود. نضيف ثاني العمود الثاني حداه
بحال كنخدم كاب عادي. يعني لي كاب دوك المثلثين اللي كيداروا بغرزه الجيراني هما اللي غنخدم دابا بحال غنخدم كاب عادي. 3 الاعمده سلسله، 3 الاعمده سلسله. غنضيف تاني سلسله، كنقص واحد السلسله اللي تابعه نخدم عليها العمود، وغنكمل نزيد جوج الاعمده ديالي باش يكون عندي 3 الاعمده. كنستمر بنفس الطريقه، 3 الاعمده سلسله، 3 الاعمده سلسله، وكنقص ما بين 3 الاعمده و 3 الاعمده كنقص واحد السلسله بحال هذا الشكل هذا. غتجيني خدمه مشبكه. غنكمل بنفس الطريقه النص ديال الدور. يعني الا شفتوا الخدمه ديالي انا بديت من هنا، هاد الدائره هذه كنطويوها على جوج. انا بديت من هنا بحال هكا، من هنا منين بديت فاش غنطويوها على جوج. يعني انا غنستمر بالخدمه حتى لهنا، حتى للنص، وغنرجع نوريكم شنو غندير. انا غنستمر بنفس الطريقه، 3 الاعمده سلسله، 3 الاعمده سلسله، حتى للنص. فاش كنطويو الخدمه ديالي كنلقاو راسنا خدمنا حتى للنص، وغنرجع نوريكم كيفاش غنكمل العمل ديالي. حتى وصلت للنص في العمل ديالي. لاحظتوا فاش كنطويو هاد الدائره هذه على جوج بحال هكا كنلقاو اننا وصلنا للنص. ملي وصلنا للنص غنضيف 3 ديال السلاسل. كنت كندير بين 3 الاعمده و 3 الاعمده كندير سلسله. هنايا غنضيف 3 ديال السلاسل بحال هكا، ولكن ما غنقصش 3 ديال السلاسل. هنايا غنقص غير وحده، واللي تابعه نخدم فيها عادي. نخدم العمود ديالي، العمود الثاني، ونضيف العمود الثالث، وكنكمل الخدمه ديالي عادي. كندير سلسله، ندوز ثاني نقص واحد السلسله للسلسله اللي تابعه نخدم فيها العمود، نكمل 3 الاعمده. كنكمل الخدمه ديالي عادي، 3 الاعمده سلسله، 3 الاعمده سلسله. يعني غير في النص فين كندير دوك 3 ديال السلاسل. من بعد راني غنكمل العمل ديالي على طول هاد السلاسل اولا على طول الدور خدمه عاديه. يعني 3 الاعمده سلسله، 3 الاعمده سلسله كيما بديت هنايا. انا غنكمل الدوره ديالي وغنرجع نوريكم شنو غندير باش ندوز للدور اللي تابعو. نخدم حتى سلس الدور ديالي عادي. كندير غير 3 الاعمده سلسله، 3 الاعمده سلسله. هنا في اخر بلاصه صافي خصني نجمع بين هاد 3 الاعمده و 3 الاعمده. غندير 3 السلاسل، 3 السلاسل. كنمشي للسلسله الثالثه من هاد السلاسل ديال الارتفاع، وكنسد فيهم بغرزه المنزلقه باش كنسدو الدور ديالنا. اذا لاحظتوا فالكاب ديالي كيجي بهذا الشكل هذا. يعني الدوره ديال العنق عاديه من غير عندنا هنايا 3 السلاسل هنا و3 السلاسل هنا. هنا هو الامام وهنا هو الخلف. هذا هو اللي كيساعد باش يكون عندنا داك التزايد، باش يجينا الكاب هكا مثلث. يعني اذا لاحظتوا هذا الكاب بحال هكا، فهنا في كاين دوك 3 السلاسل، وهنا ثاني في الخلف فين كاين دوك 3 السلاسل. اما هنا في الجناب كتكون غير خدمه عاديه. هو اللي كيعاوننا باش اننا يكون عندنا الكاب غادي وكيعرض. فندوزو دابا للدور الثاني. بالنسبه للدور الثاني انا بغيت نخدم هنا في هذا الفراغ هذا، انا الكروشي ديالي واقف هنا. فشنو غندير باش ندوز لهذا الفراغ هذا؟ بين البلاصه اللي فيها الكروشي والفراغ كاينين جوج الاعمده، العمود الاول العمود الثاني. نمشي للعمود الاول نخدم فوقه منزلقه، حيت هي اصغر غرزه وهي الغرزه اللي ما كتبانش. نمشي للعمود الثاني حتى هو نخدم فوق منه غرزه المنزلقه. عاد نمشي للفراغ ديالي نشد فيه الخيط هكا. كنديرو باش ننتقلوا من واحد البلاصه للبلاصه اللي بغينا نخدموا فيها. غنرتفع 3 السلاسل ديال الارتفاع، بعد ما درت 3 السلاسل ديال الارتفاع غنخدم في هذا الفراغ هذا. يعني في الفراغات فين غنخدموا كل فراغ خاصني نخدم فيه 3 الاعمده. انا هاد 3 السلاسل ديال الارتفاع كنعتبرهم عمود. يعني غنضيف غير جوج ديال الاعمده، العمود الاول والعمود
الثاني بهذا الشكل هذا. كندير سلسله وكنمشي لهذا الفراغ الثاني اللي تابعو وغنخدم فيه 3 ديال الاعمده، العمود الاول، العمود الثاني والعمود الثالث. كنضيف ثاني سلسله ونمشي للفراغ اللي تابعو. غنستمر بنفس الطريقه حتى نوصلوا للنص البلاصه اللي فيها 3 د السلاسل، وغنرجع نوريكم كيفاش غنكمل العمل ديالي. يعني بحال كنخدموا الجيراني، غرزه الجيراني، يعني كان واحد المربع كنخدموا فيه، واحد المربع كنخليوه خاوي. غنستمر بنفس الطريقه بحال هكا على طول الدور ديالي حتى نوصل لهاد البلاصه فيها هاد 3 د السلاسل، وغنرجع نوريكم شنو غادي ندير. كنخدم الدور الثاني حتى وصلت لاخر فراغ اللي قبل من هاد 3 د السلاسل. خدمت فيه 3 د الاعمده بحال ديما. غنضيف سلسله اللي هي ديما كتكون اللي كتمثل لنا الفراغ بين 3 د الاعمده و 3 اعمده اللي كتفرق بيناتهم. خدمت السلسله، غنمشي لهاد 3 د السلاسل. هاد 3 د السلاسل غنخدموا فيه 3 د الاعمده جوج مرات، يعني 6 ديال الاعمده. نخدموا 3 ديال الاعمده، العمود الاول، العمود الثاني والعمود الثالث، وغنضيفوا 3 ديال السلاسل. ديما في هذا الوسط كيكون فيه 3 ديال السلاسل، وغنرجعوا تاني لنفس الفراغ يعني في دوك 3 السلاسل، وغنخدموا 3 ديال الاعمده اخرين. هاد البلاصه هذه كتكون وحده في القدام عند وحده في الخلف، هي اللي كتمثل لينا داك التزايد اللي كيكون عندنا في الكاب، هي اللي كتعطينا داك الكلوش ديال الكاب. الا بقينا كنخدموا غير عادي غيجينا غير هكا طويل عادي، ما غيكونش داك التزايد بحال هكا. 3 د الاعمده، 3 د السلاسل، 3 د الاعمده. من بعد كنكمل تاني الخدمه ديالي عاديه. هاد البلايص كيجينا بحال هكا، هنا الامام وهنا الخلف، وهاد البلاصه هادو هما اللي كيتلاحوا فوق الكتاف. فوق الكتاف كيكون خدمه عاديه، يعني غنضيف سلسله ونمشي للفراغ اللي تابعو ونخدم فيه تاني 3 ديال الاعمده، سلسله، 3 د الاعمده بحال هكا حتى كنساليو الدور ديالنا. انا غنستمر بنفس الطريقه على هاد البلاصه كامله حتى كنوصل للبلاصه اللي درت فيها 3 د السلاسل هنايا، وغنرجع نوريكم شنو غندير. نستمروا بنفس الطريقه، 3 د الاعمده سلسله، 3 د الاعمده سلسله. ثاني استمريت بالخدمه حتى وصلت لهاد البلاصه اللي فيها 3 د السلاسل. بحال ديما كنضيفوا سلسله وكنمشيو كما درت المره الاولى. غنخدم 3 د الاعمده، العمود الاول والعمود الثاني، نضيف العمود الثالث، كنضيفوا 3 د السلاسل، وفي نفس الفراغ كنزيدو ثاني واحد 3 ديال الاعمده. يعني التزايد كما قلت لكم كيكون عندنا في الامام ديال الكاب وفي الخلف ديال الكاب. نضيفوا السلسله اللي هي كتربط لنا بين هاد البلاصه والبلاصه، 3 سلاسل ديال الارتفاع كما درنا في الدور الاول. باش سدينا الدور الاول هاد 3 سلاسل ديال الارتفاع، السلسله الثالثه فيهم كنخدموا منزلقه باش كنسدوا الدور ديالنا. كيجينا بهذا الشكل هذا. انا غنستمر بنفس الطريقه، يعني نعاود نشرح لكم هاد البلاصه هذه. بالنسبه للدور الثالث انا خصني نخدم في هذا الفراغ هذا، والكروشي ديالي واقف هنا، دونك كاين بيناتهم جوج ديال الاعمده. العمود الاول غندير فيه غرزه المنزلقه، العمود الثاني حتى هو غندير فيه غرزه المنزلقه بهذا الشكل هذا، وعاد غندوز للفراغ اللي تابعو. كنخدم فيه 3 د الاعمده سلسله، 3 د الاعمده سلسله. كنستمروا بنفس الخدمه حتى كنوصلوا لهاد البلاصه هذه اللي فيها 3 د السلاسل، وكنديروا نفس الشيء، 3 ديال الاعمده، 3 د السلاسل، 3 د الاعمده. كنستمروا ثاني بالخدمه ديالنا حتى كنوصلوا لهاد البلاصه هذه. كنديروا ثاني 3 د الاعمده، 3 د السلاسل، 3 ديال الاعمده في نفس البلاصه، وعاد كنسدوا ثاني الدور ديالنا وندوزوا للدور اللي تابعو. انا غنستمر بنفس الطريقه حتى كنتوصلوا للبلاصه اللي صافي كتكون غطات الكتاف، البلاصه فين غتفتحوا فيها الكميمات. بالنسبه للكاب عادي، دوك لي كاب اللي كيكونوا عاديين غنحاول نقلب لكم على شي صوره ونحطها لكم هنايا بحال هكا كما كتشوفوا. لي كاب اللي كيكونوا عاديين
كنستمروا بالخدمه ديالنا عادي، يعني ما كيكون فيه لا فتحه لا والو، لا ما كتكونش فيه بلاصه الكمام اولا شي حاجه. كنستمروا بالخدمه ديالنا عادي، ما حدنا خدامين، ما حدو كيتزاد كيعرض بحال هكا. وكنديروا فيه في تحت الهداب اولا نديروا فيه وريضه ولا نديروا فيه اللي بغينا. هذا بالنسبه للناس اللي بغاو كاب عادي. اما اللي بغاو كاب اللي كيجي على هذا الشكل هذا بحال الكسيوه، يعني فيه بلاصه ديال اليدين اولا فيه بلاصه ديال الكمام. اذا لاحظتوا راه ما غاديش النيشان بحال هكا، فيه هاد الفتيحه هذه ديال الكمام. فكنخدموا بنفس الطريقه. هنايا دابا هاد البلاصه هي اللي هنايا، كنخدموا بنفس الطريقه وكنبقاو غاديين خدامين حتى كنوصلوا للبلاصه اللي صافي كتكون غطات لينا الكتاف. البلاصه اللي صافي نتوما بغيتو ديروا فيها الفتحه، كتخدموا تخدموا تخدموا تقيسوا على البنيته حتى كتحصلوا على واحد المسافه مثلا اللي كتكون غطات الكتاف. عاد كنديروا هاد الفتحه فين غيدخلوا الكميمات ولا فين غيكونوا اليدين بحال هكا. انا غنستمر نخدم بنفس الطريقه، يعني انا شرحت لكم الطريقه اللي غندير، البرانسيپ راكم فهمتوه، هو اللي نفس البرانسيپ غنستمر به حتى غنحصل على القياس اللي غيكفيني اللي غيغطي الكتيفات ديال البنيته. عاد كنحبسوا التزايد ديالنا، كنحبسوا الخدمه ديالنا باش نرجع لكم باش نوريكم كيفاش غنكملوا هاد البلاصه هادي. انا غنكمل كما قلت لكم هذا وغنرجع لكم. فانا بقيت كنخدم بحال هكا بنفس الطريقه كما شرحت لكم، بقيت كنخدم حتى حصلت على هاد الجزء هذا وقطعت الخيط ديالي. علاش قطعت الخيط ديالي؟ حيت صافي انا هنايا غنحبس هنا مغطي بلاصه الكتيفات. فكما كتشوفوا الكاب اللي ديجا وريتكم كنخدموا حد البلاصه اللي كتغطي الكتاف وكنحبسوا الخدمه ديالنا باش نفتحوا البلاصه ديال الكم. انايا دابا هكا حبست هنا فين غنحبسوا هذا الجزء هذا. بالنسبه للناس اللي بغاو كاب مثلث غيكملوا العمل عادي حتى كيحصلوا على الطول اللي بغاو. بالنسبه للناس اللي بغاو كاب بحال هذا الشكل اللي انا كنخدم فيه دابا، غتحبسوا حد البلاصه ديالكم، يعني حد البلاصه اللي كتغطي الكتيفات ديالكم على حسب القياس ديال البنيته واش كبيره اولا صغيره. فهنايا انا غنحبس وعاد غنبداو نخدموا هاد البلاصه. منين غتبدا هاد الكسيوه بحال هكا نفصلوا البلاصه اللي غتدخل منها اليد ديال البنيته ديالنا وعاد نكملوا العمل ديالنا عادي. بالنسبه لهاد لابارتي هادي نخليها لكم في الجزء الثاني اللي هو الفيديو القادم ان شاء الله. باش ما يكونش الفيديو طويل غنحاول انني نقسمه لكم الجزئين، هذا هو الجزء الاول والجزء الثاني غتلقاوه في الفيديو القادم ان شاء الله. فما تنساوش انكم تفعلوا الجرس بالنسبه للناس اللي ديجا مشتركين وما مفعلينش الجرس باش توصلكم النوتيفيكاسيون اولا الاشعار باللي حطيت فيديو جديد. والناس اللي ما مشتركينش معنا في القناه ما تنساوش انكم تنضموا لينا بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اللي كيكون اسفل الفيديو، وكذلك تفعيل الجرس اللي حداه باش توصلكم كذلك النوتيفيكاسيون ديال الفيديوهات القادمه ان شاء الله. ما تنساوش انكم تخليوا لي اكبر عدد ديال اللايك ودعموني بلي كومونتير ديالكم، حطوا لي رايكم في هذا العمل هذا وارائكم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. من الفيديو الجاي بغيت نقول لكم خليت لكم راحه البال وبسلام عليكم.